حضراتكم مرة تانية لاستوديو الهواء. عندنا دلوقتي لقاء حلو ومفيد جدا مع دكتور أيمن عبد المنعم الجمل، أستاذ متفرغ معهد بحوث الشواطئ ومدير معهد بحوث الشواطئ السابق. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. أهلا يا فندم. شرفنا ومنورنا وصباح الخير. صباح الفل، أهلا وسهلا. سمعنا عن مشروع حماية شاطئ قلعة قايتباي والقلعة من النوات والأمواج والنحر والشواطئ وحماية الشواطئ. يعني إيه أصلا نحر وحماية الشواطئ؟ بداية كده وبعد كده نتكلم في موضوع قلعة قايتباي بالتفاصيل. تمام. هو القصة إن في زي فكر كده عندنا بيقول إن أي حد أخذ أرض من البحر المفروض البحر بيحاول جاهدا إنه ياخدها. فطبعا المشكلة بتيجي على الأرض اللي لازقة في البحر اللي قريبة جدا من البحر. المشكلة عندي إن طبعا إحنا اللفظ المستخدم حماية شواطئ، إنما الشاطئ بالنسبة للشخص العادي فاكر إن هو الأرض اللي فيها رملة اللي فيها الشمسية بتاعته وكده. إنما في الحقيقة إن أي أرض ملامسة للبحر فيها طبعا فيها ريسك أو فيها مشكلة. ليه؟ لأن ممكن البحر الهادي اللي احنا شايفينه العادي ده بيتحول في فترة من فترات بيبقى زي الغول. صحيح. عايز يكسر الأرض دي وياخدها تاني. فيبقى إذا حماية الشواطئ هي حماية الأرض اللي لازقة للبحر من البحر إنها نفسه. من البحر طبعا، إنها تتكسر، يحصل لها نحر، يحصل لها نحر يعني إيه؟ يعني تراجع ولا يعني إيه؟ أكل في الأرض. أكل في الأرض. إن البحر بياكل الأرض بيكسرها ويفتتها ويخليها سيدمنت صغيرة كده أو رملة صغيرة وتتحرك مع التيار البحري. يبقى هنا كان في أرض بس ما بقاش في أرض. المشكلة اللي عندي الأكبر، الأرض دي مين؟ الأرض دي ممكن تكون أرض زراعية، ممكن تكون بيت، ممكن تكون طبعا فيلا مش بيت يعني عادية. ممكن تكون مصنع، ممكن تكون أرض آثار زي قلعة قايتباي مثلا والحتت دي. فدي طبعا عشان كده الموضوع ده في غاية الأهمية يعني. لأن في الأساس إن الأرض دي أرض مصر. فلازم نحافظ عليها على قد ما نقدر يعني. صحيح صحيح. حتى لو من البحر نفسه يعني. أيوه. طيب لو نتكلم عن قايتباي، حضرتك حابب تقول ايه عن المشروع ده؟ المشروع ده كان من المشاريع المهمة جدا، لأن طبعا قلعة قايتباي من الحاجات الأساسية في الآثار المميزة كمان لمحافظة اسكندرية. صحيح. وبالنسبة على مستوى مصر كلها طبعا من الحاجات الأثرية الأساسية. كان القواعد اللي هي اتعملت عليها القلعة مع الفترة الزمنية ومع الزمن ابتدت تتأثر. فطبعا لازم كان الدولة تتحرك وتعمل حمايات للقلعة دي. فعملوا مشروع بصراحة كان كبير وجبار يعني. عملوا اللسان الصخري ده بالنسبه لنا بنسميه جروين بالانجليزي، معلش اللفظ بالانجليزي معلش، هو اسمه لسان صخري يعني. لسان صخري عامل زي الكيرف كده او عامل زي المنحنى، بيحوط القلعه من جوانب كبيره جدا بحيث بيحمي الارض ديت من هجوم الامواج. لان ايه اساسا حاجه اللي بتعمل النحر؟ الموج والتيارات البحريه هي اللي بتاخد بقى الحاجات اللي اتكسرت دي بتنقلها في مكان تاني. وطبعا مده والجزر وحركته بيلعب برضو دور في القصه دي. وطبعا الريح بيبقى لها دور مهم قوي. المهم ان هو لقوا ان القاعده اللي هي مبنيه عليها اللي هي القلعه ابتدت تتاثر. فعملوا بقى الايه اللي هو حمايه الشواطئ ديت اللي هي بنسميها الجروين دي عباره عن لسان صخري. الصخره الكبيره دي اللي احنا شايفينها ولا حاجه؟ ما هي الصخره الكبيره اللي عليها القلعه. دي بقى هي دي بقى اللي بتتأثر. ليه؟ لأن النحر مش موجود أو مش بيحصل للأراضي الرملية بس. لا، ده ممكن يحصل لشواطئ صخرية بيكسر في الصخر حتى. لما نحط دايتك معلش يعني أنا مش متخصصة. لا. لما نحط الحاجات الصخرية دي إيه الضمان اللي عندنا إنها مش هتتأثر؟ ما هو دي النقطة بقى. إيه السبب في النحر؟ إيه؟ الأساس الأمواج. الأمواج دي حضرتك بتهاجم الشاطئ بقوة شديدة جدا. طبعا. هي دي اللي بتأثر. فلما أنا أكسر طاقة الموجة قبل ما توصل للقلعه يبقى انا كده تقريبا شبه الخطر. فانا بعمل ايه؟ ارض صناعيه. هي الارض الصناعيه ديت هي دي اللي بتكسر يعني حاجه زي عازل كده. برافو عليك. هي بالظبط كده. زي عازل او زي حاجز بيكسر الموجه قبل ما توصل للارض. وطبعا عملوا الحاجز ده بطول كام؟ 550 متر. يعني طول يعني حوالي اكتر من نص كيلو متر. فلا يعني طوله طويل جدا يعني. وعاملين طبعا مشايه 100 متر وعاملين زي الرصيف كده 100 متر. وبيجيبوا برضو رمله بنسميها بالانجليزي نورشمنت، ان انا اجيب رمله بقى بدل الرمله اللي البحر اخدها اغذيها فده مشروع بصراحه طبعا جبار. بس الهدف الاساسي انه يحمي منطقه القلعه دي طبعا. طب دور معهد البحوث بشكل عام بقى في الحكايات دي؟ احنا كمعهد بحوث شواطئ احنا معهد بحثي
متخصص في المنطقه اللي هي الساحليه ديت. احنا معهد من ضمن 12 معهد بيتبعوا المركز القومي لبحوث المياه. فاحنا شغلنا معهد استشاري، يعني اي حاجه مثلا فيها حاجه عايز يعملها في البحر ممكن ياخد راينا احنا كاستشاريين. وطبعا معالي الوزير الدكتور سويلم الاخير اللي هو الوزير الموارد المائيه والري، حط المركز القومي لبحوث المياه، ومنه المعهد عندنا كممثل للمركز في الحاجه اسمها الامانه الفنيه لاي مشروع هيتعمل على البحر. لازم احنا ندرسه ونشوف بالظبط هل هو هيبقى مناسب ولا غير مناسب، هل هيحمي ولا مش هيحمي، هل وضعه ايه بالظبط، هل نوافق عليه ولا لا، عشان يروح لحاجه اسمها اللجنه العليا للتراخيص. اللجنه العليا للتراخيص هي اللي هتقول له لا ابتدي اشتغل او لا. فاحنا لازم نخش بس حضراتكم الدراسات نفسها والعلم، يعني خليني اقول بالبلدي كده، احنا بناخد منكم المعلومات هما بقى بياخدوها ينفذوها، الجهات التنفيذيه تنفذها. دي حقيقه فعلا ان احنا مثلا احنا معهد استشاري بنتبع وزاره الموارد المائيه والري، تبع المركز القومي لبحوث المياه. لا في بقى تبع الوزاره هيئه تطبيقيه بقى ممكن تاخد الكلام ده كله وتتابع تطبيقه، اسمها الهيئه المصريه العامه لحمايه الشواطئ. هي دي بقى الهيئه المباشره. ساعات انه ما اعرفش دي شائعات ولا ايه، يا رب تكون شائعات، انه اسكندريه قدامها مش عارفه كام سنه وهتغرق. الكلام ده مظبوط ولا ايه؟ من وجهه نظري انا تطمن انا بسالك وبتيجي الاجابه اهو. من وجهه نظري انا لا مش هتغرق. طيب ليه بقى؟ لان المفروض ان احنا بنتتبع حاجه اسمها ارتفاع سطح البحر نتيجه التغيرات المناخيه. تمام؟ المشكله الاكبر ان عشان حد يتوقع بيعمل معادلات، احنا بنسميها موديلز او نماذج رياضيه. النموذج الرياضي ده المفروض بيتحط جوه النموذج او جوه المعادله دي كل العوامل اللي بتاثر على ارتفاع سطح البحر، سواء بقى كان هيعلى او هيقل، لازم احط كل العوامل. في طبعا زملاء كتير وفي علماء كتيره بيحطوا عوامل وممكن يتغاضوا مثلا عامل تاني جديد يظهر. يعني المشكله برضو الثانيه كانت في فتره من الفترات قالوا سنه 2020 اسكندريه دي مش هنلاقيها. صحيح. هل اسكندريه ما لقيناهاش؟ ما احنا موجودين الحمد لله. لا يبقى اذا ايه هي الفكره؟ ان في عوامل بتزود ارتفاع سطح البحر وفي عوامل بتقلل ارتفاع سطح البحر. المفروض والذكاء والشطاره ان الواحد يحط كل العوامل دي موجوده. دكتور احنا ازاي هنتحكم في انه هيرتفع ولا مش هيرتفع؟ دي حاجه لا في بقى ما بقول لحضرتك بيبقى في سيناريوهات. انا دلوقتي بعمل معادله بتوقع احتمالات يعني احتمالات بتوقع ان طب كمان انه فعلا ارتفع زي ما بيقولوا او حصل، هنعمل ايه؟ تمام. احنا بقى بندرس الحكايه دي عندنا في الشغل. بندرس موضوع التغير المناخي اساسا من 3 اوجه. اول وجه بنشوف فين المناطق الضعيفه، المناطق الواطيه، المناطق اللي هي ارتفاعاتها قليله، اللي ممكن لو البحر ارتفع هتغرق. تمام؟ هنعمل لها ايه بقى؟ هنعمل لها ايه؟ دي بقى النقطه الثانيه اللي هي بقى ايه؟ ادابتيشن، اللي هي ايه؟ نتاقلم. طب دي منطقه منخفضه هنقدر نعمل لها لا لازم نعليها بقى باي شكل، او نعلي الحاجه اللي هتجيب لها الميه. يعني زي بالظبط ده من ايام محمد علي زمان، المنطقه اللي ورا خليج ابو قير ديت واطيه جدا، فمحمد علي باشا زمان عمل حمايه كده اسمها حائط محمد علي. شوفي فكره من زمان على موضوع حمايه الشواطئ، وفعلا عمل حائط وشغال لحد دلوقتي بيحمي المنطقه اللي وراه كلها من ان البحر يغرقها. فبنفس الفكر ده، ففي حاجات كتيره تتعمل عشان موضوع التاقلم ده. طب هو متوقع فعلا؟ طبعا البحر هيعلى، بس هيعلى بمعدل قد ايه؟ بالبساطه دي يعني بالبساطه طبعا بالبساطه هيعلى، بس هيعلى قد ايه؟ بمعدلات بسيطه جدا، بالمليات طبعا. بس هتجمع مع 10 سنين و20 سنه. عشان كده حتى الريبورتات الاخيره للجهات اللي هي على مستوى العالم متخصصه للقصه دي اسمها IPCC بتحط مثلا سنه 2100 مش بكره ولا بعده، سنه 2100 فلازم نحط احنا في اعتبارنا ازاي نحمي نفسينا. يعني بمعنى انا هبني بيت جديد، الطبيعي اني ابنيه فين؟ ابنيه في حته عاليه بقى او اعليه عشان ما يغرقش. صحيح. تمام. طب البيت القديم اعمل فيه ايه؟ احط بقى حمايه قدامه، اعمل اي شكل بحيث ان انا احميه ان الميه تجيله. في دلوقتي في مشروع كبير شغال عشان الحمايه دي، بيعمل حاجه بيسموها مش هقولها بالانجليزي، اسمها دايك ده عباره عن جبل طويل كده يخلي الميه ما تجيش طبعا.
تمام، وفي نفس الوقت هيزرعوه يبقى شكله شيك وجميل، بحيث ده بيتعمل فين بقى؟ في نص البحر ده بيتعمل بقى الدلتا كلها. ما احنا عندنا كمعهد احنا درسنا البحر المتوسط كله بالنسبه لمصر طبعا، الساحل المصري، ودارسين البحر الاحمر برضه، بس هي البحر المتوسط. وفين الاماكن اللي عايزه حمايه، فين الاماكن اللي عايزه الواحد يشتغل عليها ويبتدي يحميها في الحته دي. لا الموضوع يعني الناس يعني عارفين. اهم حاجه دلوقتي بالنسبه لاي مشكله ان انا اعرفها، وبعد كده احاول اتعامل معاها بقى. النقطه الثالثه بقى في الدراسه عندنا اللي بيسموها ميتيجيشن، او ايه الحاجه اللي زودت اللي عملت التغير المناخي. بس احنا طبعا احنا ولا حاجه بالنسبه للعالم عموما، يعني احنا صحيح. نسبه صغيره جدا جدا يعني. فبالتالي ورغم كده محافظه اسكندريه ما شاء الله يعني بتجيب اتوبيسات ما بتطلعش كربون دايوكسيد ولا ثاني اكسيد الكربون والكلام ده، شغاله بالكهرباء، شغاله بكذا. فدي كلها مساعده لان بنعمل ايه؟ تقليل للاسباب اللي سببت التغير المناخي. فالموضوع يعني تحت السيطره لحد دلوقتي. طيب الحمد لله. حضرتك بتدينا اخبار جميله كده على الصبح وتفاؤل ان دايما في احتمالات محطوطه، دايما في سيناريو معمول لو او اساس هو البحر هيعلى، فيبقى في مصدات او في حاجات بتحمي بس المدينه من العواصف اللي قد تحدث يعني. تمام. وانا كنت عامل بيبر، كنت في كايرو ووتر ويك الاخيره اللي هي اسبوع القاهره للمياه الاخير، اقترحت فيها ان كده بيتعمل صيانه لشارع الكورنيش. طب ما تعمل بيتعمل صيانه لشارع الكورنيش حاليا؟ لا يعني كل فتره كل كذا سنه بيتعمل. طيب لو ما تعلي كل مثلا 10 يعني سنين يعلي 10 سم مثلا. يعني ايه يعني؟ المستوى بتاع الشارع نفسه. الشارع بتاع الكورنيش يعليه ازاي يا دكتور؟ ما هو كده بيعمل صيانه، كده بيشيل الطبقه الاسفلت ديت وبيحط طبقه اضافيه. طب ما تعليها 10 سم، خليها اسمك من كده، اعلى سنه 10 سم، كل 10 سنين زودها لي شويه. ال 10 سم اللي بنتكلم عليها دي ده في مبدا بقى ارتفاع سطح البحر اللي بنتكلم عليه يعني. دي تاخد لها 10 سنين 15 سنه مثلا. يبقى اذا بس عشان الاجيال اللي جايه يجوا يلاقوا الدنيا كويسه يعني يلاقوا اسكندريه موجوده. لا ودلوقتي كمان في يعني المنطقه من اول المنتزه لحد في سيدي بشر عند شاطئ السرايا في امتداد دلوقتي جديد. طب استغل الفتره دي واعمل حسابك ان لازم تعليها شويه بحيث تبقى مواجهه لو في المستقبل البحر عالي بالمنظر اللي احنا بنقول كده هنعمل مشروع جديد فنعمله بقى. نستغل بقى طبعا. ونستغل طبعا لو حصل لا قدر الله اي احنا بنسميها بالانجليزي اكسترا ايفنتس، اللي هي الاحداث الجامحه، اللي هي حاجه ميه جت زياده قوي، سواء جت بقى من البحر او مطر شديد جدا زي 2015 دي. ممكن نستغل برضو الحكايه ديت ونعمل حسابنا. المهم التخطيط يكون تخطيط صح عشان نوصل للهدف ان نبقى في امان ان شاء الله. المهم نرجع واحنا بنعمل الحاجات دي للناس المتخصصه اللي زي حضراتكم تقولوا بنعمل ايه علشان نتفادى الحاجات دي. طبعا. دكتور ايمن بشكر حضرتك جدا، لقاء جميل وفهمت فيه حاجات هي المفروض ان هي كبيره ودسمه، بس حضرتك بطريقتك البسيطه كده فهمتنا، وبشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، وان شاء الله لنا لقاءات متكرره باذن الله. ان شاء الله. شكرا حضرتك، الف شكر. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول.